بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وراحة بال يا رب العالمين. النهارده راجعه لكم ان شاء الله في فيديو روتين كده هنعمله ان شاء الله مع بعض ونشارك طاقتنا وحماسنا مع بعض. اتمنى من كل اللي يشوف الفيديو يدوس لايك دلوقتي ويسمع الفيديو للاخر ان شاء الله. متاكده باذن الله ان كنتوا هتاخدوا طاقه ايجابيه وشويه حماس كده على الصبح. شايفين الشبوره اللي هناك دي؟ كانت عايزه اقول لكم الدنيا عباره عن يعني بياض كده، ما حدش كان شايف حاجه الصبح. ببدا معاكم الروتين من الساعه 7 اهو الصبح بعد ما طلعنا فرح على المدرسه. ربنا يا رب يحفظها لي ان شاء الله ويحفظ لكم اولادكم جميعا، واللي مش معاه ربنا ينام عليه بالذريه الصالحه ويديه يا رب العالمين وما يحرمه ابدا. هنا بقى يا حبايبي قلت اما يعني بصوا، الروتين بتاعنا طبعا بيبدأ من الهدوم. في هدوم على الحبل عايزه تتشال، وهدوم والله كانت في الغسالة عايزه تتنشر، وهدوم عايزه تتطبق، وهدوم عايزه تتغسل. يعني تخيلوا اي نوع هدوم من اللي قلبكم يحبه انا شغاله بيه. فانا قلت ايه، هشيل الهدوم دي عشان لو امن عفره ولا اي حاجه مثلا الهدوم ايه ما تاخدش تراب زياده يعني. وبس كده اهوت. ويلا تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. نبدأه بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم حبايب قلبي هشيل كل الهدوم دلوقتي، وبعدها بقى هخش اعمل روتين في اوضه النوم بتاعتي. بصوا عايزه احكي لكم يعني ايه من البدايه. دخلت اوضه النوم يعني عارفين اللي هو انتوا، انا مقرره من امبارح ان انا اعمل روتين عميق بقى. اشيل المراتب واشيل مش عارفه ايه واحرك السراير واحرك التسريحه والكلام الكبير اللي ايه اللي قلبكم يحبه ده. فالمهم جيت بقى مطبقه وكسلانه وظهري واجعني ومش عارفه ايه. فروحت مغيره النظام تماما. قلت لا انا هكتفي ان انا اشيل كل هشيل بس الغيار بتاع السرير اللي هو الملاية يعني، وهفرش مفرش جديد. وبعدها بس كده هكتفي بالتوضيب اليومي بتاعنا اللي هو احنا بنغير الملاية، بنمسح، بنشيل السجادة، التوضيب بتاعنا عادي. وبعدها بإذن الله قلت على دخلة رمضان كده هيتبقى رمضان مثلا 4 5 أيام، وبعدها همسك الأوضة بإذن الله توضيب وتنظيف عميق علشان يبقى برضو يقعد التنظيف دوت للعيد. عايزين يا جماعة بجد كل اللي يقدر يعمل حاجة دلوقتي يعملها في شقته قبل دخلة رمضان. لاني بصوا فعلا والله العظيم احنا بنضيع رمضان بالتنظيفات ومش عارفة اللي بالشقة وبنعمل ايه وبنعمل ايه، مع ان كل يوم ايدينا بتبقى في التنظيف. يعني انت لو انت جزأتي يومك مثلا وقلتي النهاردة همسك اوضة النوم يعني مثلا بما فيها مثلا هشيل المراتب وهعمل كل حاجة فيها، فمش هياخد حاجة معاكي والله في الايام العادية، غير لما بتضيعي يوم في رمضان. طبعا احنا عايزين نستغله في الذكر والاستغفار والصلاة ونعمل ورد يومي. ف يعني نصيحة بجد مش عايزين نزود على نفسنا كده ونعمل توضيبات وتنظيفات كتيرة. اللي نقدر نعمله دلوقتي نعمله، واللي ما نقدرش خلاص كده كده ايه احنا يعني يوميا بننظف. والمهم حبايبي شلت بقى المفرش وهغير هنا اللهم صل على النبي الخداديات. ولو انت وصلت لحد هنا يا ريت تدوسوا لايك علشان انا بجد نفسي الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من المتابعين والمشتركين. وتشجعوني كده وتقولوا لي ايه رايكم في قناتي. لا اله الا انت سبحانك يا رب اني كنت من الظالمين. عايزه اقول لكم والله معلش سامحوني. انا بسجل لكم الفيديو وانا دماغي قد كده يعني، ومش عارفه ايه حكايه الصداع ده كل يوم اللي بيجي لي ده. يلا الحمد لله ربنا يشفي ويعافي كل مريض. هنا بقى قلت اما اشيك على الحيطان والسقف لو كانت مثلا في اي عفره مركونه كده هوت، اي خيط عنكبوت ولا اي حاجه. الحمد لله ما عندناش، بس برضو طالما انت ايدك في الحاجه على طول ما بتلمش عفره. وعايزه اقول لك افضل واسرع تنظيف للحيطان المقشه. المقشه دي هتجيب لك كل الزوايا اللي مركونه على جنب والحتت اللي انت مش قادره يعني ايه تطوليها. وبس كده هو اللهم صل على النبي. خلاص كده انا هغير الدفايه دي. الدفايه دي برضو بصراحه طبعا احنا يعني دلوقتي دفايات وجو شتاء والله المستعان. يلا الحمد لله على كل حال.
بشكر من كل قلبي بجد كل اللي اشترك جديد في قناتي. شكرا على يعني على مجهودكم معايا امبارح لما كنت طالعه لايف. بجد والله العظيم ربنا يرضيكم، فرحتوا قلبي، ربنا يخليكم ليا ان شاء الله. وباذن الله زي ما قلتوا لي يطلع لنا كل يوم يا نورة لايف. والله باذن الله انا بحاول على قد ما اقدر اسعى جاهده في القناه علشان يعني انظم لكم يعني ان كل يوم حتى انزل فيديو. والله مش قادره، مش يعني انتوا عارفين الدنيا مدارس ودخلت رمضان ويعني بصوا ضغوط كتيره كتيره عليا. والله ربنا يعلم انا بعمل ايه علشان انجز واعمل لكم الفيديو. فيلا الله المستعان وربنا يعيننا كلنا. طبعا عايزه اقول لك خلصت كل الركن اللي هناك. لو انت بدأتي بالسرير اول حاجه كأنك بصي خلصتي 3/4 الاوضه. طبعا عشان السرير بياخد مساحه كبيره في الاوضه، فانت لو بدأتي بيه يعني هتلاقي نفسك خلاص كده انجزتي بتاع 3/4 الاوضه. وفعلا هنا بقى طبعا انا في تاتش معين كده لما باجي افرش السرير. الخداديات طبعا بيبقى كيسين للمخده الكبيره، فانا بحط بقى واحد للمخده وواحد بفرشه هنا على تسريحه علشان ايه يعني ايه اعمل ماتشنج ما بين ده وما بين ده. وفعلا والله بيدي شكل حلو. فطبعا انا شايله كل البرفانات وكل الميك اب وكل حاجه عشان ايه؟ عشان طبعا العيال بيكسروها. يلا ربنا يهديهم ان شاء الله وينعم على الجميع بالذريه الصالحه يا رب العالمين. هنا بقى بس كده يعني شوفوا سبحان الله انا كنت مرتبه روتين طلع روتين تاني خالص انا الصراحه. بس قلت يلا الحمد لله الاوضه اصلا ما فيهاش حاجه كتير، وانا كده كده لما كنت مطلعه الشتوي كنت منضفه تحت السرير. فقلت خلاص كده اهوت يعني على دخلة رمضان زي ما قلت لكم 4-5 ايام كده. وباذن الله هبقى انضف برضو تنظيف عميق، مسح بقى والحاجات بقى ايه اللي احنا بنعملها دي. ده بقى كان الشكل النهائي والفينش بتاع الاوضه بتاعتي. ايه رايكم بقى؟ فرشنا السجاده او الحافظه بتاعتنا الجميله دي ونضفنا الدنيا كده اهوت، والحمد لله ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله. وطبعا ما تنسيش بس ماشي ما تنسيش باسكت ال القمامة طبعا أعزكم الله جنب السرير. وهنا بقى بحس ان فعلا ريحة النظافة بتيجي من الفوطة السخنة دي مع شوية مية سخنة مع شوية كلوركس ألوان وشوية ديتول. بمشي بيهم بقى على الموبيليا والحيطان ومطرح الكوبس بتاع النور أكيد إيدينا بتبصم. وهنا مطرح السرير برضو العيال لما بيطلعوا بيكونوا مثلا ماسكين أي حاجة كده إيديهم بتبصم. فطبعا كل حاجة بقت زي الفل ونظيفة والحمد لله. طبعا ربنا يعيننا. وايه رأيكم بقى في الروتين يعني هو مش قوي يعني ولا حاجة بس اهو. يلا الحمد لله. قولوا لي بقى تسلم ايدك، واللي وصل لحد هنا يا ريت يدوس لايك. وتعالوا مع بعض نشوف النهارده هنتغدى ايه. هنتغدى النهارده يا جماعه بصوا زي ما بقول لكم كده انا فاصله مرهقه، فقلت النهارده ان شاء الله هنعمل شوربه عدس. وكمان الجو تلج، شايفين الشبوره الصبح كانت عامله ازاي؟ فانا قلت بقى هو ده وقته، هو ده وقته. هاتي بقى حله كبيره على النار وحطي معلقتين سمنه حلوين كبار كده، وهاتي بقى الخضار بتاعك اي خضار. شوربه العدس ما بتقولكيش لا، يعني بالعكس ده انت لو حطيتي يعني كذا نوع خضار بتنكهي وبتعلي التست جامد. فانا بقى حطيت معلقتين كبار من السمنه والبصلايه البيضه بتاعتنا الحلوه دي. طبعا احنا كل البيوت دلوقتي بتطبخ بالبصل الابيض، يعني البصل الاحمر ده احنا نسيناه تماما. وبس يا حبايبي ادينا انا اهو هنزل بقى بالبصلايه. قطعيها برضو تقطيع عشوائي مش شرط اي تقطيعه، لان كل الحاجات دي هتتخلط في الخلاط او هتضرب بالهاند بلندر. تمام؟ لا اله الا انت سبحانك يا رب اني كنت من الظالمين. وبس يا حبايبي انا خلاص كده اهو قطعتها زي ما بقول لكم تقطيع بقى كبير صغير اي حاجه، ويا دوب تدبل معايا اهو. هنزل بقى ببقيه الخضار. وانا في الوقت ده طبعا كنت غاسله العدس بتاعي غسله نظيفه ومنقياه ومصفياه وركناه على جنب. عايزاها تدبل بسرعه كمان البصله حطي نص معلقه ملح معاها هتلاقيها ايه دبلت كده بسرعه اهو. هنزل بقى بالجزر، شايفين الجزر انا برضو بنزل باي تقطيعه كده اهوت مكعبات كده عادي اهو. عايزه اقول لك برضو طعم الفلفل بيدي طعم حلو قوي قوي للعدس، فبصراحه بيبقى آه يعني بيعلي التست قوي. بس هنزل شويه بالعدس ادينا اللي غسلته وهسيبها بقى كده هو تتشوح. بحب استنى يا جماعه عشان انا عايزه انام والله العظيم، سامحوني لاني والله العظيم فاصله خالص.
يا ريت تشجعوني بجد وتدوسوا لي لايك وتسمعوا الفيديو للاخر، لان ربنا يعلم انا الايام دي بص والله العظيم ما فيش طاقه نهائي نهائي. والله مش طالعه اديكوا طاقه سلبيه ولا حاجه، بس ربنا يعلم اللي انا فيه وحده. يلا الحمد لله. المهم حبايبي، بعد ما شوحت الخضار كله وقطعنا الطماطم، نزلت بقى بالميه بتاعتي وبس اهو. حطي ميه كتير عادي، كده كده العدس اصلا بيشرب الميه كلها والخضار، ودي النتيجه النهائيه اهو. هسيبه بقى طبعا قلت عشان يغلي كله بالمره. هحط ربع معلقه صغيره من الكركم، هحط معلقه صغيره من البابريكا، وهحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. معلش يا جماعه انا طالعه عشان ننامكم النهارده. لا اله الا الله. المهم كل الدنيا دي كلها اتظبطت واتمكست، وحطينا شويه كمون برضو شويه كزبره، سيبناها تغلي لحد ما الدنيا استوت، وضربنا العدس كله في الخلاط بعد ما برد. وتعالوا نعمل احلى طشه للعدس. طيب حطي معلقه كبيره جدا كده من السمنه، وبعدها انزلي بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. شايفين؟ هنشوحهم تشويحه حلوه قوي اهو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اهو. وبس يا جماعه اهو شايفين التوم لحد ما اداني اللون الذهبي دوت. نزلت بقى بكده بالعدس على العدس، واهو ده كان الطشه بتاعتي اهو. شايفين قوامه ما شاء الله زي الفل. خدت بقى العدس والدنيا دي كلها وطلعت بقى فوق عند حماتي. قلت بقى انا مش هقلي فلفل غير لما كله يتجمع كده عشان الفلفل يتاكل وهو سخن. فجبت بقى الطاسه بتاعت حماتي الحلوه دي، وبعدها رحت عملت ايه بقى، قليت شويه فلفل رومي. وبعدها قلت بقى طالما عدس يبقى لازم العيش المتحمص جنبه، وقلت اما اعمل شويه عيش متحمص. يا لهوي والله العظيم انا عارفه ان كنت هتدعوا عليا النهارده. اعمل يا جماعه، ما نمتش والله العظيم، والجو تلج وانا سقعانه وعايزه انام، مخي قد كده والله العظيم، عندي صداع هيفرتك دماغي. يلا الحمد لله. معلش بقى لا سامحوني لو في شويه ملل كده في التسجيل، بس والله باذن الله باذن الله يعني كده اهوت. يعني فاهمين انتوا الكلام الكبير اللي انا عايزه اقوله؟ شجعوني بقى شجعوني. المهم حبايب قلبي، شايفين العيش؟ انا بقول لكم بقى هقصقصه وهقليه في الزيت. وبصراحه شويه عيش متحمصين بطعم الفلفل، يعني لوز يا جماعه، والله احمدوا ربنا. اللي بياكل عدس بيشبع، واللي بياكل لحمه بيشبع، واللي بياكل كباب وكفته بيشبع. طبعا الحمد لله دائما وابدا لازم بقى نحمد ربنا ونشكر فضله على نعمته. في غيرنا مش لاقي الاكل ده خالص. طبعا الحمد لله. حطينا دي السفرة بتاعتنا المتواضعة، شوية فلفل، شوية جرجير، شوية عيش متحمصين، مع طبقين عدس في عز التلج ده. كان الله بالسر عليم. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم واكون خفيفة على قلبكم، مع اني انا حاسة ان انا زودتها النهاردة كده وانتم مش طايقيني. يلا هسيبكم في حفظ الله ورعايته، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد اكون مصحصحه لكم فيه اكتر. بحبكم يا احلى متابعين، ما تنسوش اللايك.